قصتنا الغريبة والمرعبة ابتدت في روسيا سنة 2017 في مدينة كراسنودار، لما عمال في موقع بناء لقوا موبايل واقع على الأرض. حاولوا يفتحوه علشان يعرفوا بتاع مين ويحاولوا يوصلوا لصاحبه. وهنا كانت أول مفاجأة لما لقوا صورة واحد حاطط إيد بقه، بس قالوا إن أكيد دي خدعة من خدع الهالوين ومستحيل تكون حقيقية. بس بقى عندهم فضول بسبب اللي شافوه وقرروا يكملوا تقليب في الصور. وهنا كانت الصدمة، لقوا صورة العشاء، واضح انه عشاء الكريسماس، وفي نص الصينية محطوط رد زينة بالفواكه. بلغوا الشرطة وهم مرعوبين من اللي شافوه، والشرطة قدرت تتعرف على صاحب الموبايل بسرعة وقرروا يروحوا بيته. في الوقت ده كان ديمتري بطل قصتنا ماشي وهو قلقان جدا بيدور على موبايله، وراح سألهم في موقع البناء، لكن طبعا كذبوا عليه وقالوا له انهم ما لقوش حاجة. في نفس الوقت وصلت الشرطة لبيته ومراته كانت هناك لوحدها وفتحت لهم. ولما الشرطة واجهتها بالصور قالت انها ما تعرفش حاجة وانهم لازم يستنوا جوزها اللي فعلا وصل البيت بعدها بدقايق وهو مرعوب ان حد يكون لقى الموبايل وشاف الحاجات اللي عليه. ولما وصل والشرطة واجهته بالصور قال انه لقى الاجزاء دي في الشارع وكان بيتصور معاها بدافع الهزار وبعدين رماها. الشرطة طلبت منه يفتشوا البيت لكنه اترعب ورفض تماما. فراحوا بسرعة عملوا إذن تفتيش ورجعوا البيت اللي هيلاقوا جواه مفاجآت ما كانش حد يتخيلها أبدا. وهو لما لقاهم رجعوا معاهم إذن التفتيش حاول إنه يعترف لهم إنه قتل واحدة بنت علشان يمنعهم يفتشوا، بس محاولته طبعا فشلت. وقبل ما نعرف لقوا ايه في البيت، عايزك تشوف الأول الفيديو اللي الشرطة سجلته لما دخلوا البيت علشان تتخيل منظر البيت من جوه عامل ازاي. لما الشرطة ابتدت تفتش البيت لقوا أجزاء تلاجة وأجزاء ولو شعر كانوا فاكرينه شعر صناعي لكن اكتشفوا إنه شعر حقيقي. ولقوا كتاب طبخ كاتباه بخط إيدها عن طريقة طبخ أجزاء مختلفة من لحم البقر. ولقوا كمان سلسلة فيديوهات عن طريقة وتخزين واسم السلسلة دروس مصورة لآكلي لحوم. المفاجأة والصدمة الأكبر في القضية دي إن الزوجة بتشتغل في أكاديمية عسكرية بتبيع في الكانتين فطير باللحمة للطلاب. وبعد كده المخابز اللي حوالين الأكاديمية سمعوا من الطلاب عن الفطير بتاعها وبقوا بيشتروه منها ويبيعوه للناس لمدة سنين. في التحقيق معاهم اعترفوا إنهم كانوا بيختاروا ضحاياهم ويتعرفوا عليهم ويعزموهم على العشاء. ولما الضحية سواء راجل أو ست بيروح لهم البيت كانوا بيضروهم ويبتدوا جريمتهم، وكانوا بياخدوا الأجزاء والباقي بيرموه في سلة ورا البيت. واللي شايفينه ده فيديو حقيقي لناجي من بيتهم حس من الأول بعدم الراحة وهرب من البيت بسرعة. المقلق في الموضوع ان الصورة اللي شفناها في الاول بتاعت عشاء الكريسماس تاريخها 1999 وهم اتمسكوا في سنة 2017. يعني في خلال حوالي 20 سنة كان عندهم مئات لو مش آلاف الضحايا. لكن الشرطة قدرت تتعرف على 30 ضحية بس من اللي لقوها، واعترفوا ان اخر ضحاياهم كانت البنت دي. الاغرب واللي هيصدمك انهم ما اتهموش باكل البشر بالرغم من كل الادلة دي، واتهموا بالقتل بس. وديمتري اتحكم عليه بالسجن 12 سنة بس مات في السجن سنة 2020 بعدها بسنة واحدة بس. ومراته اتحكم عليها ب10 سنين بتقضيهم لحد دلوقتي. وعشان اعرفك قد ايه الموضوع عندهم في روسيا مش غريب وكل فترة بتظهر جريمة بشعة بالمنظر ده، عايزك تشوف اللقطة اللي جاية دي لواحد اتمسك في روسيا برضو قبلهم ب10 سنين. Как звали? Да. Того, кто... Эдик, да. Василевский Эдик. Нет, звали. Лёгкий как. До того, как Эдик Василевский стал супом, вы с ним были знакомы? Были. Сопротивлялся, вот до сих пор, бля, кровь тут здесь. Вы сами только суп пробовали, нет? Меня удивило, что он такой наваристый. А Эдик был толстенький или тоненький? Тоненький.
وانت كمان ما تنساش تقول لنا رايك في القضيه دي في الكومنتات، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، واعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.